اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. جايه لكم النهارده بالبسارية القمر دي، حاجة كده فاخر من الآخر. طبعا سهلة جدا وجميلة واقتصادية وعلى قد الإيد. احنا بنعمل حاجتنا كلها اقتصادية وعلى قد الإيد ورخيصة. هتجيبها من بره ب130، انت هتكلفي الكيلو كله 30 جنيه 40 جنيه، مش هيتكلف معاكي بتتبيلته بحاجته بكل حاجة. اللهم بارك، كده حاجة تفتح النفس ونضيفة وواثقة من نظافتها. صلوا على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا جبت البسارية اهو من السوق يا ولاد، مسكتها كده، فضيتها طبعا مش انتوا شايفينها. طبعا ده 2 كيلو. هغسله غسلة حلوة بقى، لازم غسلة كتير، يجي 3 4 5 مرات لما تلاقي المية بتاعته بيضة. اهي بصوا البسارية حلوة ازاي، وحلاوتها كمان وهي مقلية، حاجة كده ما اقولكيش. اللي ما جربهاش يبقى ما يعرفش ياكل بسارية. هنا اللهم بارك شطفتها شطفة جامدة جدا جدا. حطوا اللايك يا ولاد، اللايك أمانة عشان هو اللي بيعلي الفيديو. واللي ناسية تشترك في القناة تشترك فضلا وليس أمرا، يشرفني وجودكم معايا. هنا بصوا غسلتها يا ولاد، المية كمان ايه، هتشوفوها معكرة ما شاء الله. حتى تحتها طبق، فهفضل اشطف فيها كتير كتير على اساس ان المية بتاعتها تبقى صافية خالص، مش هيبقى فيها العكارة دي كلها. بس اللهم بارك. وبرضه حاطة تحتها طبق، وهاسيبها كده بالظبط يعني بتاع 6 7 ساعات لما الاقيها نشفت ما فيهاش ميه. اشوف الطبق اللي هي تحت المصفى ما فيهوش ميه خالص، نشفت. هنا ما شاء الله هي نشفت خالص. حاجه كده سهله وبسيطه وتملى البيت خير. وما تزعليش مني، بدل الشراء حاجتك في بيتك موجوده بتغنيكي عن اي حاجه. وفي اي وقت لو عامله تحبيش عامله اي اكل جنبك بتبقى زي العسل. بس اهم حاجه تكون جافه ما فيهاش ميه، عشان لو فيها ميه هتبوظ منك وتعمل ريحه مش حلوه خالص. هنا بابريكا وكركم وشطه. طبعا الملح لسه ما حطيناش معاكم. هنا ما شاء الله بقلبهم على بعض واحطه كده زي ما انتم شايفين. وكل ما بتزودي البابريكا كل ما بصراحه اللهم بارك بتديكي طعم ولون جميل جدا. هنا الكيلو بحط له معلقه ونص ملح. انت عايزه تحطي معلقه براحتك، عايزه تحطي معلقتين براحتك. بس انا عشان ما بحبهاش ولا حادقه ولا دلع. هنا اقلبهم على بعض كده كويس وارش كده. هنا ما شاء الله الحاجه في البيت صراحه اللهم بارك بتبقى زي السكر، بتبقى نافعاكي في اي وقت هتحطي منها وتاكلي. حد من جيرانك طلب ولا حاجه بتبقى في منتهى الجمال يعني. هنا بصوا كده، هنحطها ونفضل وهنقلبها بقى، بس ما اوعي تهريها وانت بتقلبي، بالراحه من تحت لفوق من تحت لفوق كده عشان ما تتهريش منك. بس يا ولاد كده ما شاء الله هخلي حبه تتبيله ليه، عشان احط في العلب من تحت ومن فوق. اللهم بارك كده. نقلبها حلو تقليبه حلوه، بس من فوق لتحت. طبعا عشان انا ما بعرفش البس جلافز ولا جوانتي، فكنت عايزه اقلبها بايديا، بس عشان انتوا ما مت... ايه ما تس... يعني ما تتضايقوش من منظر الايد وهي بتقلب في البصري. اللهم بارك كده شايفينها. هنطورها كده زي ما كنا بنعمل الرز زمان يا ولاد اهو. اللهم بارك، عشان طبعا الملح والبابريكا والشطه والكركم في كل انحائها تتغلغل يعني. حاجه كده سهله وبسيطه وعلى قد الايد، وامكانياتها موفره جدا يعني. مش مكلفه، بالعربي مش مكلفه، وشويه زيت مش هنكتر زيت خالص. هنا اللهم بارك الحاجه في البيت بقولك نعمه بامانه. يعني انا ممكن ما يكونش معاكي فلوس تطلعي منها وتحمري بطاطس، وما شاء الله تاكلوا فطار غدا عشاء. انا عادي يعني ما بيهمنيش في اي وقت بناكلها. اللهم بارك كده. عندي طبعا العلب. انتوا لاحظوا ان احنا حاطين بابريكا وحاطين كركم، دول بيبقعوا في البلاستيك بيعلموا فيها. فانا هنا بلبس الكيس كده وكمان تبقى حفظ اكتر للبصري، عشان يعني ما تتعملش منك، تعمل ريحه ويخش لها هوا وما تبقاش حلو. طبعا انا بقول الوصفه دي لاخواتي اللي بيحبوا الملوحه والبصريه. اللي ما بيحبهاش ما فيش مشكله، ياكل جبنه. اللهم بارك كده حاجه سكر بامانه. اللي وصل معايا لحد هنا يا ولاد يعمل لايك وشير وشير الفيديو لاكبر عدد عشان يوصلكم مني كل جديد. واللي ناسيه تشترك في القناه تشترك فضلا وليس امرا. ويا اختي انت وهي تنسي اللايك، اللايك امانه بيرفع الفيديو. طبعا اللي عايز ام اسلام الفيديو بتاعها يعلى وقناتها تبقى كويسه كده، كله بفضل الله وبرضاكم
ووقفتكم جنبي. طبعا هيعمل اللايك الجميل وتعليق حلو كده، اهم حاجه تعليق، ما يبقاش فيه تعليق سلبي، عشان احنا بنتعب والله في الحاجه اللي بنعملها، بنكلفها وبنتعب، فمش عايزين حد يخلينا نفقد الطاقه اللي عندنا باي تعليق مش كويس. طبعا ربنا يبارك في عمركم كده ويفرحكم بولادكم ويرضي كل مشتاق، ما يحرمش حد ابدا ابدا من ضنا. احنا بنوريكم وصفات على قد الايد، اقتصاديه على قد الايد. هنا اللهم بارك اهي زي الفل. تقفلي عليها جامد قوي بعد ما تحطي معلقه من الخلطه هنا، البابريكا والملح والكركم كده. تقومي ما شاء الله، والشطه اهم حاجه، بحط شطه على الوش عشان احنا بنحبها حراقه جدا. اللهم بارك. وتحط على التاني كده وقفلها حلو جدا. بجد اللي هيجربها، اللي ما جربتهاش هتندم عمرها كله ان ما جربتهاش وما كلتهاش، واللي جربتها تقول لي ايه رايها في التعليقات، ايه رايها حلوه ولا. طبعا رايكم يهمني، واعرف بتتابعوني من اني بلد عشان اعرف يعني ايه آم، ارحب بيكم. اللهم بارك كده. تقفليها حلو والعلب اهي. عارفه العلب بعد كده هتلاقيها زي الفل، ولا فيها ريحه زفاره ولا ان هي ريحه انت مخليه في حاجه ولا مبقعه، لان البلاستيك لو لونه غير خلاص. بس ما شاء الله وتعينيها في التلاجة بقى تقعد معاك عادي، ولا ريحه ولا اي حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس هنا بتتكلم عن نفسها، هي بتتكلم البصري. بجد اللهم بارك، صحتين وهنا على حبايبي وعليا انا. بصوا يا جمال ويا جمال، ولا الشراء ولا ادفع فيها غالي ولا الكلام ده كله. وهنا الا البصل بقى، انا حاطه شريحتين بصل. بصي هنا تعمليها ازاي لما تيجي تنضفيها، تاخدي الراس بتطلع بالمصارين كده بتتسحب وبتبقى زي الفل. عندك وقت بقى وصاحبة مزاج عالي، فصصيها وطلعي السلسلة منها وفرديها في طبق وحطي عليها بقى ما شاء الله زيت وطحينة. دي بتبقى حاجة كده عظمة عظمة العظمة. وممكن تعملي منها سلطة البسارية، طماطم وخيار وفلفل وزيت وكده وتهرسيها، بتبقى جميلة جدا، عاملة زي طعم الأنشوجة، بأمانة زي العسل. أو ما تزعلش مني، ربنا يحللنا ذاتنا يا رب ويرخص الحاجة عشان الناس تعرف تعيش والدنيا تمشي. بس بأمانة جميلة، ولو عايزة تخزنيها من السنة للسنة خزنيها في الفريزر، بس احكمي الغلق للبرطمان. وعايزة تخزنيها ان انت تقليها في علب، ما تخزنهاش في اكياس، حطيها في علب وغطيها بس تكون متصفية جدا، وتعينيها عندك في الفريزر. عايزة تقليها بتطلعيها قبلها تفك، وتحطي عليها التوابل الجافة، يعني التوم معروف مفروغ منه، كمون، ملح كده، وتعصري ليمونتين تلاتة وتقليها. صحتين وهنا على حبايبي وعليا انا، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.